ده سعد زغلول ده هي نفس السنه اللي طلع فيها النادي الاهلي ما قالش مفيش فايده على مصر، هو قال مفيش فايده على الدوري. سعد زغلول كانت عبارته واضحه، وطبعا سعد زغلول ده من اهم الناس في تاريخ النادي الاهلي يعني. فهو الراجل كانت مفيش فايده دي انه محدش يضايق نفسه، محدش يتعب نفسه. انا النهارده وقفت كده، والله كنت وقفت كده بصيت قلت طيب شكرا عفوا. وبعدين لقيت بقى المسجات بتاعتي اهلي وزمالك كلهم بعتين لي كلمه واحده مفيش غيرها: مبروك للنادي الاهلي. بس انا حبيت بهذه المقدمه ان انا اثبت حاله، يعني انا احتمال اروح اعمل محضر، لا يعني انا احتمال اروح اعمل محضر عند محمد بيه هنا في اسم الهرم، حبيبي وصاحبي وكل حاجه، اروح اعمل محضر انه النادي الاهلي سرق الدوري، محضر، واجيب الاستاذ العظيم محمد ابو شقه رغم ان هو اهلاوي يرفع لي قضيه ان الاهلي ما ياخدش الدوري تاني، منع الاهلي من ان هو ياخد الدوري. ما علينا.